امتى احمد علي ومحمد محسن هيبقوا بعيدين عن التهديف؟ ما ينفعش ان انا اكون النهارده في فريق زي الاسماعيلي واللي بيسجل لي احمد سمير فرج، وقبل كده اللي كان بيسجل لي حسني عبد ربه او عمر كمال او اي حد من لعيبه خط. بس شفنا احمد علي اضاع اكتر من فرصه محققه ووضع نفسه في اماكن مثاليه. ده اللي انا بتكلم فيه، يعني هو كون انت بتكون متواجد في منطقه ال 18 وتعمل ازعاج وتخلق لنفسك فرص، دي حاجه كويسه، لكن في نفس الوقت لازم تحط وتصر على ان انت تسجل، لان غياب التسجيل مع مرور الماتشات هيأثر فيك نفسيا. ففرصه كويسه كانت في مباراه زي دي، لان انت داخل على ماتش ما يستحملش فيه ان انت تضيع فرص كتير زي الفرص اللي جات لك النهارده. دي طبعا يعني نصيحه اخويه لاحمد، لان المفروض ان هو ما يضيعش كور بالسهوله اللي احنا شفناها النهارده. في بعض الكور اتعامل معاها بشده قويه جدا جوه 18 مش محتاجه الشده، وفي بعض الكور اتعامل معاها مش محتاجه الحنيه الزياده عن اللزوم، كان لازم يستخدم فيها قوه. بالنسبه للدفاعات، انا شايف ان الاختبار الحقيقي لدفاع النادي الاسماعيلي النهارده بدا من الدقيقه 15 بالتحديد، يمكن بعد ما نزل الاغا، وده المهاجم الصريح الثاني اللي كان بيلعب لوادي دجله النهارده. اتفضل. معايا النهارده يعني كان معانا كلنا اجمل لعبه في المباراه، الفرصه اللي خدها مصطفى شمامه على الطاير وكانت ممكن تبقى افضل اهداف الموسم على الاطلاق. وهو معانا دلوقتي في اتصال هاتفي كابتن مصطفى شمامه. اهلا بيك وهارد لك. الو، هارد لك يا كابتن مصطفى. وكنت النهارده رائع خاصه في الكوره اللي للاسف الشديد يعني ما جاتش، وانت يعني شفتها بطريقه جميله جدا وكانت من اروع الكرات في المباراه. اولا بسلم على حضرتك وبمسي على كابتن محمد صاحب وجيشه وكابتن ابراهيم يوسف. اهلا بالنسبه يا احمد معلش. الو، معاك، سامعينك يا فندم. سامعينك كابتن مصطفى، سامعينك يا فندم. ايوه بقول لحضرتك يعني بالنسبه والله الفرصه، والله فتح عليها هو اللي عمل مجهود فيها، يعني عمل مجهود جامد جدا يعني فيها. حاول فيها كذا مره، او يعني حاول فيها حوالي 3 مرات وبعدين لعبها لي، والحمد لله شفتها بطريقه كويسه، بس ما كانش فيه نصيب يعني. الحمد لله. احنا شفنا المباراه وشفنا تفوق لوادي دجله في بعض فترات الشوط الثاني. ما كانش من الاول ليه؟ يعني ما كانش من الاول ليه؟ ان كان واضح ان الاسماعيلي كان مسيطر سيطره شبه تامه على مجريات الامور في الشوط الاول. ليه في الشوط الثاني كانت الاستفاقه بعد ما مني مرمى وادي دجله بهدف؟ ايوه في الشوط الاول احنا كنا بنلعب بفرد واحد، كنت بلعب انا وكان تحتيها عاشور، وما كانش في كثافه عدديه عندنا في نص الملعب بتكمل ورايا انا وعاشور. بس انما الشوط الثاني لما نزل فتاح الاغا ولعبنا انا وفتاح قدام، لعبنا احنا الثلاثه قدام، فقدرنا نتواجد بصوره كويسه يعني في ال 18 بتاع النادي الاسماعيلي، وقدرنا نسبب خطوره، بس ما كانش صراحه توفيق معانا شويه يعني. طب بين الشوطين مستر والتر ماوس وهشام زكريا قالوا لكم ايه؟ يعني بين الشوطين صراحه دول الشوطين يعني احنا كلمونا شويه كده، قالوا لنا انتوا متساهلين قوي في الماتش وبتلعبوا يعني اللعب بتاعكم يعني سلبي قوي، وبنلعب بنلعب بطريقه مش كويسه، بس وقال لنا حاولوا الشوط الثاني تلعبوا لعبكم اللي انتوا لعبتوا بيه في ماتش انبي، بس وان شاء الله يعني لو قدرتوا تلعبوا زي ماتش انبي يعني هتلعبوا كوره كويسه وهتقدروا تجيبوا جوال وكده. وده اللي حصل بصراحه الشوط الثاني، بس زي ما بقول لحضرتك ما كانش فيه توفيق شويه، كنا عايزين توفيق شويه، بس الحمد لله. كان في فاول في الشوط الثاني الحكم يعني انت كنت واخد انذار في المباراه؟ خدت انت في الشوط الاول انذار صح؟ طب اللعبه الثانيه اللي انت يعني عرقلت فيها لاعب الاسماعيلي، ما خفتش ان الحكم يديلك الانذار تاني؟ بصراحه كنت خايف جدا يعني. حطيت ايدك على قلبك صح؟ هو بقول لك يا شمامه، هو جاملك يعني، هو جاملك بصراحه في اللعبه دي، لان انت احساسك كان صادق. كانت واضحه. انت تهورت يعني، طبعا انت مش تقصد اكيد يا مصطفى، أكيد. لكن انت يعني من الحماس بتاعك، وانا عارف طول عمرك ومتابعك ان انت لعيب متحمس ولعيب ممتاز جدا يا احمد، حقيقه بتمنى لك التوفيق يعني. وهو اسمه احمد مصطفى احمد مصطفى شمامه. ما انا متابعه من الناشئين على فكره. طبعا احمد. فمعلش اولا طبعا في عدم توفيق حصل في الكوره دي طبعا، ان انت عملتها زي الكتاب بيقول يا احمد يعني. ربنا يخليك يا ابني. دي حقيقه، واشكرك جدا جدا على انك انت اديت عبد الفتاح الاغا حقه، لان هي الكوره فعلا من صناعته واجتهد فيها جدا يعني. لا عبد الفتاح فعلا يعني لما نزل والله تعب جدا معانا يعني، وهو احنا كلنا فرقه واحده لازم كلنا نساعد بعض يعني. انت عملتها بطريقه اوروبيه على فكره، احنا ما بنشوفش الا ما حد كتير هنا في ملاعبنا، فعشان كده احنا بنقول دي افضل لعبه في المباراه حتى الان. ربنا يكرمك يا كابتن، ربنا يكرمك عليك. بتمنى لك يا رب كل توفيق، وبشكرك جدا على وجودك معنا. شكرا. شكرا يا كابتن. يعني هو صادق جدا يعني، هو حط ايده على قلبه ساعه الكره الثانيه. هو لم يلوث بعد. طب نشوفها ثاني برضه عشان لا هو انت انتقدت حكم اللقاء فيها يعني، واحنا لا قاعدين هو بنتفرج على المباراه. مش محمد عباس كمحمد عباس، لا حكامنا
احيانا بيحكموا بالتوازن، او احيانا بيعاقبوا اللعيب الفريق الفايز. بيبقى غصب عنهم على فكره. انت بتحس كده هو جينات كده يعني. ما هو ده ما ينفعش برضه على يعني ليه؟ لاني انت بتحكم بالقانون، مش بتحكم بالمشاعر وبتحكم بالاحاسيس، انت بتحكم بالقانون. يعني شمامه كان عنده انذار واللعبه كانت تستحق. ده في واحده الشوط الاول على النادي الاسماعيلي لا تستحق الانذار خالص خالص. ادى الاسماعيلي انذار او لاعب الاسماعيلي انذار لسبب الاسماعيلي كان كسبان 1-0، وهذا اللاعب ما عملوش انذار تاني. ونفس القصه تاني عاقب النادي الاسماعيلي من غير ما يقصد باني احمد، عشان احمد هيزعل مننا. لا هو الراجل وحتى الحقيقه انا عجبني جدا معلق محمد الغاتي علق عليه رغم المفروض انه يكون محايد، انما هو قال هي كانت صارخه. واضحه جدا. هي كانت واضحه جدا. هو حتى احمد قال انا احسن يعني الحمد لله انا نفدت. هي كانت في بدايه الشوط الثاني. واللعب والكوره كان المهاجم شبه منفرد وهو عرقله. لا فهي ايه، في حاجات مؤثره وفي حاجات غير مؤثره، لكن انا مش دعوه مؤثره وغير مؤثره يا كابتن علاء، انا ليا دعوه بالقانون. يعني شفنا كتير جدا حكام بتحسب ضربات جزاء على فرق خسرانه 7 وبتحسب طالما ليك حق. فده اللي احنا عايزين نوصل له. يا ريت نشوفها برضه عشان نبقى نتكلم يعني ده اللي عشان اللي ما شافش اللعبه يبقى معانا برضه متخيل اللعبه كانت عامله ازاي. في لعبه ثانيه كمان برضه استكمالا لكلام الكابتن ابراهيم في الشوط الاول بعد الهدف بتاع الاسماعيلي بعد 1-0 كره لاحمد سمير فرج، ودي كانت متطرفه شويه ناحيه ال 18 وواضح جدا ان المدافع دايس على رجله وهو مكمل وزق الكوره، معنى كده ان الكوره بقت بتاعت احمد سمير فرج، ورغم كده ما حسبهاش لا بره ولا جوه، ودي المفروض ان هي دي وايه بتاعت محمد وايه. يعني دي كان ممكن يبقى فيها جدال يعني على الخط ولا بره ولا جوه، بصرف النظر عن كده ما اتحسبتش خالص. بس يعني تتحسب، دي كان لازم تتحسب ويتاخد فيها هي الكوره دي تقريبا. ديت الكوره اللي انت بتقول عليها لان واضحه جدا ان لو هتيجي في الاعاده هتبين قوي ان هو دايس على رجله. بص بالظبط بره اهي. وهي عدت كده هو دايس على رجله اليمين الشمال على المهم تتحسب بره ولا جوه تتحسب. ما اتحسبتش ولا بره ولا جوه. هو مش عايز يعمل مشكله، يعني مش عايز يعمل مشكله، ما اعرفش ايه او ليه المشكله. دي بقى اللي حضرتك بتقوله يعني. طب ما مش ده قانون يتطبق ويتنفذ؟ يعني ليه احنا بنتغاضى عن بعض الحاجات؟ بس هي اكيد يعني كان بعيد ما شافهاش، يعني لابد برضه ده عيب، برضه ده خطا، وده بيعاقب وده خطا، ده خطا برضه. يعني كون ان هو بعيد وما شافهاش لا في حاجات ده عقاب للنهايه. هنا الصوره مقربه يعني بص حضرتك وما غيرش اتجاه كوره. احمد سمير فرج هو اللي كان داخل بالكوره وقطم عليها، عدت خلاص الكوره عدت والكوره عدت. بص يعني اولا بص على فيها عرقله وفيها تهور، يعني تتحسب. طب لو ما حسبهاش الحكم بيبقى كده احمد سمير بيمثل. طب ما ادالوش انذار ليه من وجهه نظر الحكم ساعتها مثلا؟ يعني هو ما حسبهاش يبقى احمد سمير كده بيمثل، يبقى ستيميوليشن. انت ما ادالوش انذار ليه؟ لا هو محمد النهارده الحقيقه، محمد عباس الحقيقه النهارده كان بيحكم بمبدا يا بخت من وفى راسين في الحياه. يعني عارف ايه يعني الاسماعيلي كسبان والدنيا ماشيه يعني دي مدرسه برضه موجوده في لاعب عاد اكتشاف نفسه في مباراه المقصه اساسي وكان رائع. مباراه النهارده ايضا من نجوم المباراه، لعب بطريقته باسلوبه جميل. عبد الحميد سامي لاعب النادي الاسماعيلي. كابتن عبد الحميد، اولا مبروك ادائك، مبروك عودتك للتالق مره ثانيه، مبروك الفوز. اهلا وسهلا بيك يا استاذ علاء وحيد، واهلا بضيوف الاستوديو معاك كابتن غزال مصر كابتن ابراهيم يوسف وفاكهه الكره المصريه كابتن محمد صلاح ابو زيد. انا حاسس يا كابتن ميدو ان انت النهارده اسعد واحد علشان انت بتعود من غياب طويل وتتالق في مباراه سابقه، النهارده يدفع بيك كاساسي وبتعمل مباراه جميله جدا ومباراه مرتفعه المستوى، فده دلاله انك انت النهارده ماشي على الطريق الصحيح. والله يا كابتن الحمد لله ده فضل من ربنا عليا، وده جهد السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ما لعبتش، انت عارف ما لعبتش غير ماتشين. وفي اول الموسم كان المفروض كنت امشي والله اقعد، ما كنتش عارف لسه، بس هم فضلوا ان انا اقعد. الحمد لله ده من عليا وسايب على الله، والحمد لله الكابتن محمود جابر يعني اداني الثقه ولعبني مباراه المقصه، والحمد لله كان اول ماتش ليا منذ سنه يعني عام يعني. كابتن ابراهيم عايز يسالك. عبد الحميد عودا حميدا يا عبد الحميد. الله يخليك يا كابتن ابراهيم، انت عارف والله يا كابتن. انت حبيبي انا متابع عبد الحميد من ايام الداخليه. يا كابتن علاء وكابتن محمد من ايام الداخليه، وانا فوجئت بيه يكلمني في التليفون وبيقول لي يا كابتن ابراهيم انا عايز شرايط حضرتك وانت بتلعب. فقلت له ده وسام على صدري، ده وسام على صدري يا عبد الحميد الحقيقه، لكن للاسف انا ما عنديش شرايط.
هو استغرب يعني كابتن ابراهيم يوسف ما عندوش شرايط، فقلت له معلش للاسف شديد. طب كابتن عبد الحميد انا هجيب لك بقى شرايط الكابتن ابراهيم عند معلوماتك بقى، انا هجيب لك بقى. اولا النهارده انت بسم الله ما شاء الله، يعني حتى المباراه بتاعت مصر المقاصه برضه يا عبد الحميد، يعني انا طبعا اثنيت عليك في الاستوديو لعده اسباب، يعني مش مجامله. اولا انت جاي من غياب زي ما قال الكابتن علاء وحيد من فتره طويله، وفي نفس الوقت جاي مكان حد طبعا متميز جدا، ابراهيم يحيى زميلك سواء ابراهيم يحيى او احمد حجازي. انما بسم الله ما شاء الله ابتديت عارف ايه حتى انا كلمتك قبل كده يا حبيبي، قلت لك انت المهم تختار اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ايوه يعني امتى تباصي، امتى تشتت، امتى تقص. فالحمد لله ما شاء الله، يعني انا عايز امسك الخشب ما شاء الله بتاكد النهارده نفس المستوى. نتمنى ليك يا عبد الحميد دايما انك انت تحافظ على هذا المستوى ان شاء الله، وخصوصا المباراه القادمه ان شاء الله. والله يا كابتن يوسف ده هاخد كلامك ده يعني حاجه كبيره ليا، وعشان انت بتقول عليا كويس، وان شاء الله هبقى الجماهير الاسماعيليه والنادي الاسماعيلي لما اعمل كل حاجه في سبيل ان احنا ناخد بطوله السنه دي ان شاء الله. انت عارف عندك الماتش الجاي ايه ولا لا؟ النادي الاهلي. طيب برافو عليك. تألق عبد الحميد سامي مع الاسماعيلي كان في مباراه النادي الاهلي في الاسماعيلي. فهمتني يا عبد ولا لا؟ عايز اقول لك حاجه يا كابتن، برضه انا برضه يعني انا رحت الاسماعيلي كانش لسه عندي خبره، كان اول سنه العب دوري ممتاز، ما كانش لسه ما لعبتش كتير، ما خدتش الخبره، بس الحمد لله دلوقتي انا خدتها والحمد لله اتعلمت كويس. توفيق ان شاء الله. وان شاء الله هتشوف عبد الحميد سامي مستقبلا كويس باذن الله مع النادي الاسماعيلي ان شاء الله. ان شاء الله ميدو باذن الله، وحظ موفق اكتر من كده، لان متوسمين فيك خير احسن من كده. انت من اللعيبه المميزه جدا، وظهرت بمظهر كان محترم جدا في بدايه تالقك مع النادي الاسماعيلي في مباراه الاهلي، كلنا فاكرينها طبعا. لا ان شاء الله باذن الله هتشوفوا عبد الحميد ده حاجه ثانيه باذن الله، إن شاء الله. وشرف في النادي الاسماعيلي ان شاء الله. مين جنبك كان عمال يقول يا نجم، وعمالين يعلوا صوته وبيقول لك يا نجم؟ مين جنبك؟ انت فين دلوقتي يا كابتن؟ ابراهيم يحيى حبيبي. سلم لنا عليه. طب يا ريت تجيبه لنا، عايزين نكلمه. ابراهيم يحيى؟ يا ريت. ابراهيم يحيى. انت بتنادله منين؟ من الاتوبيس. يعني ابراهيم يحيى برضه من اللاعبين المتميزين جدا، لكن هو ما لعبش المباراه اللي فاتت، وهذا اللقاء البعض بيتكهن بحاجات كتير، ولكن ابراهيم يحيى متميز ودوره اساسي جدا في الدفاع على الاسماعيلي. فكره يعني هو مجموعه اللعيبه اللي بتحب بعض دي مهمه جدا يعني كابتن ابراهيم. الو كابتن ابراهيم منور، مبروك الفوز. خليك يا كابتن، ربنا يخليك، الله يبارك في حضرتك. كابتن ابراهيم يوسف بيسلم عليك، وكابتن محمد صلاح ابو جريشه بيسلموا عليك. تحياتي كل عنك. مبروك يا ابراهيم. مبروك يا هيم. مبروك يا الله هيم. يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. يعني انت النهارده ما لعبتش، ومع ذلك روحك جميله جدا، وبتحيي عبد الحميد سامي وفرحان بالفوز، فدي روح جميله حبينا بس كده نلقطها كده ونبينها للساده المشاهدين كلهم. طبعا احنا فرقه واحده، طبعا لازم نحيي طبعا اللي يلعب ونتمنى له التوفيق طبعا. وعبد الحميد سامي طبعا اخويا طبعا، سواء في الملعب او بره الملعب هو اخويا يعني. اكيد. نتمنى له التوفيق يعني، واي حد يلعب يعني، المهم احنا نكسب يعني. كابتن ابراهيم، السؤال البايخ التقليدي اللي بتسال لك كل يوم مضطر اساله لك، عشان انا عارف جماهير الاسماعيلي قاعده دلوقتي وبتتفرج، وجماهير كل مصر، هتجدد امتى ولا مش هتجدد؟ والله انا تحت امر الاسماعيلي، ولكن يعني اي لاعب يعني بيبص لمصلحته اولا، يعني تبقى مصلحه الفرقه. وانا والله العظيم انا تحت امر النادي الاسماعيلي ومستقر في النادي الاسماعيلي، لكن مش يعني مثلا انا بقالي 7 سنين بلعب في النادي الاسماعيلي درجه اولى، ولا طلبت التعديل عادي ولا بطرديه ولا باي حاجه. وانا دلوقتي جات الفرصه اجدد حاجه محترمه يعني، سواء ماديه او اي تقدير من الاداره يعني، وانا تحت امر النادي الاسماعيلي اولا واخيرا يعني. انا بشكرك جدا جدا كابتن ابراهيم، ومبروك الفوز مره ثانيه، وتحياتي لحضرتك من كل زملائك. مبروك يا ابو خالد. يعني جاوب بطريقه دبلوماسيه قوي يعني. يعني. هو كمان شخصيه محترمه جدا ومتدين جدا، ومن اللعيبه اللي لازم تقدر كويس، لان من ابناء النادي المخلصين جدا في الفتره اللي فاتت، ومن ابناء النادي الناشئين اللي الواحد يتمنى دايما ان كل الانديه تعتمد على ناشئينها في الفتره المهمه في الدوري الممتاز. برضو عشان ما نرجع لهاش تاني، اللعبه اللي اثارت الجدل لعبه احمد مصطفى شمامه اللي كان من المفترض ياخد فيها انذار تاني، ولكن زي ما حضرتك قلت كابتن ابراهيم ان الحكام عندنا بيبصوا ده يكون بيعاقبوا الفريق الفائز. يعني دايما الحكم دي مدرسه لازم تنتهي يعني كده ده لعبه تهور. هو ما يقصدش، هو داخل بيعمل تاكلينج على الكوره. انا عاجبني الاولاد الحقيقه اللي عندهم شجاعه ده.
بص هو بص للحكم، هو واثق انه هيقوم هياخد انذار طرد. يعني انت فاكر مباراه المقصه كان في لمسه يد لمحمد ابراهيم. وبعدين محمد ابراهيم لما عمل مداخله معانا على الهوا في الاستوديو قال لي انا لمست ايدي، بس قال طبعا غصب عني. فاللي انا عايز اقوله ان يعني احيانا بيبقى في حاجات مؤثره، هو الحكم مش متعمد، بس دي مدرسه لازم تنتهي. يعني دي استراتيجيه تحكيم لازم تنتهي، وبتبان عندنا قوي في التحكيم المصري او في الحكم المصري. على الرغم من الحكم المصري لو خرج بره وحكم ما بيحكمش بالمدرسه، بيشيل العاطفه قانون. مظبوط. بس الحكم المتعاطف في الملعب بيبقى صعب قوي كابتن محمد. يعني هو متعاطف على فريق ما ينقص لاعب مثلا، او متعاطف عشان فريق ما يحسبش عليه او له، يعني تعاطف المفروض ينتهي من كابتن ابراهيم بيتكلم في نقطه مهمه، وهي ازاي تبقى متعاطف مع الفريق المهزوم. ودي حاجه برضو متضرره جدا فيها فرق اللي بتبقى كسبانه. طب ما الاسماعيلي النهارده اتضر في عدم وجود طرد لاحمد شمامه مثلا النهارده. النقص العددي اكيد كان هيرجح كفه الاسماعيلي من بدري قوي. البينالتي ده لو اتحسب بينالتي او اتحسب فاول وكان اللعيب الثاني اخذ انذار، ما برضه كان هيأثر في نتيجه الماتش، وكان هيأثر في المستوى الفني العام بتاع الماتش. الموضوع كله متوقف على ان انا ازاي احكم بالقانون مش بالعاطفه. هنشوف الجون، وعايز حضرتك بقى تقول لنا يعني ايه اللي اتعمل في الجون بحيث ان حارس المرمى ما شافش الكره غير وهي داخله وجري متاخر. حتى يمكن هم وقفوا حتى انا قلت كلمه خليك هنا. خليك مكانك. لا هو بص يا كابتن علاء، يعني انا ما لومش عصام محمود في الهدف قوي. يعني اولا طبعا التسديده متميزه، لو في خطا يبقى من الحيطه، لان هي زاويه الحيطه مش زاويه الحارس. يعني انا الوم الحارس لما تبقى اللعبه في زاويته. الكوره دايما اسرع من البني ادم، يعني دايما خصوصا لما تطلع من رجل احمد سمير فرج. جامد على فكره. لسه اقول لك لما تطلع من رجل ماله حسني عبد رب ولا احمد سمير فرج، انهي انسان هيقدر ان هو يسابق السرعه دي؟ انا معايا صاحب التغييرين في المباراه الكابتن مهاب سعيد. كابتن مهاب، اولا مبروك، مبروك ادائك، مبروك الفوز، ومبروك ثناء الكابتن محمد صلاح ابو جريشه وكابتن ابراهيم يوسف لما وصفوك احسن لاعب في المباراه النهارده. ربنا يخليك يا كابتن. انا الاول بمثل حضرتك وبمثل على كابتن ابراهيم يوسف وكابتن محمد صلاح ابو جريشه. مبروك يا مهاب، الف مبروك يا حبيبي، مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. طب انت لما اتغيرت في التغيير الثاني ما سالت كابتن محمود جابر قلت له غيرتني ليه ولا؟ لا والله ما فيش مشاكل، هو الكابتن بس كان عايز يامن اخر 3 4 دقائق دول، فالحمد لله يعني طلعنا بالماتش بالشكل دوت، وشايف كل اللعيبه ادت اللي عليها النهارده ومحدش بخل بحاجه، وعشان كده ربنا ادانا المكسب الحمد لله رب العالمين. طمنا على عبد الله الشحات، يعني الاصابه عباره عن ايه يا كابتن مهاب؟ والله هم بيقولوا تقريبا يعني مز في الخلفيه او شد في الخلفيه، يعني يعني بعيد عن الركبه الحمد لله. تمام في الاشاعه بقى ان شاء الله يعني. وعايزين برضو نطمن على حسن مصطفى عشان بقى يعني بيبقى شيء صعب اللعيب بيبقى خارج بالتغيير اضطراري، ده بيضايقنا جميعا. طب قول لي انت يعني المأموريه اللي القيت على عاتقك انك تنزل تقوم بمهام عبد الله الشحات، كان ايه دورك في الملعب؟ دورك انك انت تأمن منطقتك، ولا دورك انك تزيد في نص الملعب، ولا كان دورك ايه بالظبط اللي انت كابتن محمود جابر قاله لك وانت نازل؟ والله هو كابتن جابر قال لي يعني انا هلعب ناحيه صديق او ناحيه، انا ببدل انا جمال ناحيه صديق او سمير واعمل جبهه وادافع معاهم برضه، يعني انا برجع ادافع مع صديق او سمير، وكابتن عمر برضه نفس الوضع، بحيث ان احنا بنعمل جبهه وبنعمل كروس كويس لكابتن محمد محسن واحمد علي، والحمد لله شايف ان احنا يعني ادينا الدور ده كويس، وبرضه الحته الدفاعيه كانت مهمه طبعا، يعني كابتن جابر برضه بياكد عليها، عشان نص الملعب احنا بنلعب كابتن حسني وخيري، فلازم ننزل معاهم طبعا. بس انت الشوط الاول يا مهاب انت كنت يعني ناحيه الشمال مايل شويه وعملت جبهه كويسه مع احمد سمير فرج. مظبوط. والشوط الثاني كنت مع احمد صديق، ايه الاختلاف اللي حصل ما بين الشوطين؟ لا والله يعني هو كابتن جابر قال لعمر، كابتن عمر يعني اللي ما بين الشوطين هو يميل شويه على احمد سمير، بحيث ان احنا هو برضه يعني بيلعب مع احمد سمير كويس، وانا يعني انا بنزل امن شويه في نص الملعب مع صديق وكابتن حسني وخيري، فيعني ادانا انا مهام شويه دفاعيه شويه عن كابتن عمر الشوط الثاني، فالحمد لله الشوط الثاني ادينا بشكل كويس برضه، وشايف ان دي برضه دجله ما ضيعوش كتير برضه الشوط الثاني، احنا بس خفنا على المكسب على الجون، بعكس الشوط الاول ضيعنا كمان كتير وكده. الحمد لله ربنا ادانا المكسب الحمد لله. يعني. مهاب اولا انا احييك على ادائك طوال المباريات اللي فاتت حقيقه، واحييك النهارده على التصرف الحضاري، وانا بسميه تصرف احترافي، انك انت تقبلت بصدر رحب جدا تغييرك رغم في لعيبه كتير يعني غير محترفين
او بيتعاملوا في مثل هذه الامور بعدم احترافيه، وتلاقيه بقى طلع شط ازازه الميه ومش عارف عمل ايه. يعني انا احييك، وده تصرف حضاري جدا واصل لكل الناس يا مهاب. والله يا كابتن يعني انا شايف ان هو التغيير كان تغيير هو بس يعني تكتيكي اكتر منه ان انا يعني هو كابتن جابر انا شايف ان هو بس كان بيأمن منه، واهم حاجه مصلحه الفرقه يا كابتن، يعني مش مشكله مين هيغير او مين هيطلع. برافو عليك. اهم حاجه نطلع بالثلاثه بونت من الماتش دوت بعد التعادل الماتش اللي فات. وانا شايف الحمد لله انا راضي عن نفسي النهارده، ده ما يقللش مني خالص يعني، والحمد لله الفرقه كلها عملت ماتش كويس وادينا بشكل كويس يا كابتن الحمد لله. مبروك كابتن مهاب، نتمنى لك يا رب كل التوفيق. شكرا جزيلا ليك. بنروح دلوقتي للكابتن حسن مصطفى عشان نطمن عليه، واحنا قلنا يعني بنقلق جدا من اي اصابه واي لاعب يخرج متغير عشان اصابه. احنا اطمنا منذ قليل على عبد الله الشحات ونتمنى له يا رب السلامه. نطمن على حسن مصطفى. كابتن حسن هارد لك على المباراه وطمنا عليك. الله يخليك.